بصور لكم حلقة كده، ده اسمه التوفيقية. أوريكم بقى إيه صباح الخير على السادة المشاهدين. شاهدوني أنا هنا من سوق التوفيقية، وجمال سوق التوفيقية أقدم سوق هنا. ممكن تخش له من عماد الدين، ممكن تخش له من العتبة، من أقدم الأسواق اللي هي في وسط البلد أهو. أي فاكهة ما بتكونش موجودة في أي مكان دي بتلاقيها في المكان ده، سوق التوفيقية. أي فاكهة مش موجودة في الموسم بتاعها ممكن تلاقيها في المكان ده أهي. دي القشطة والمانجا والعنب والتين البرشومي والمانجا الفص اهي. اسمه سوق التوفيقية، أقدم سوق يعتبر. هنخش آخره السوق ده، هنخش آخره هنبقى في رمسيس، مسجد الفتح. النهارده الجو جميل بصراحة، الحرارة نزلت شوية اهو. مطاعم جميلة، فواكه تانية. ده متخصص أساسا فواكه اللي مش موجودة في أي مكان في أي حتة في مصر. ده مثل سوق التوفيقية. أنا كان أصدقائي ساعات كانوا يقولوا لي إيه، إحنا عايزين يعني عنب موسم مش موجود، أقول لهم انزلوا على التوفيقية. ليه؟ التوفيقية دي هي ملكة الفواكه. في فران اهو انتوا شايفين، وعيش اهو انتوا شايفين اهو. بهنئ الناس بحلول المولد النبوي الشريف. عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كل سنة وانتم طيبين. بصب على اخواتي وعلى اصدقائي وعلى اولادي وعلى نوح حفيدي، كل الناس الحلوين بصب عليهم. بقول لهم ادي سوق التوفيقية وجمال سوق التوفيقية اهو. حاجة جميلة. الحرارة الحمد لله انكسرت الحرارة، نزلت 4 درجات 3 درجات. بتمشى اهو الساعة 11 وربع، بتمشى في سوق التوفيقية. الجو هايل والشمس مش موجودة، شبه مختفية. دي فرن اهي، شارع جانبي في سوق التوفيقية. زي ما انتم شايفين ده سوق من أعرق الأسواق اللي هي في التوفيقية. بقول للسادة المشاهدين أنا قلت أتمشى، بحب طبعا أتمشى في الأسواق القديمة. سابقا كنت بروح ممكن أقعد على قهوة ريش، القهوة العريقة اللي كان بيقعد عليها الكاتب الراحل نجيب محفوظ. الكتاب كان بيقعدوا على أشهر الأماكن دي في قهوة ريش. دي كان من أعرق المقاهي اللي في وسط البلد. أنا من عشاق المقاهي اللي هي الهادية، هي في وسط البلد اللي ما نعرفهاش يعني. أنا من عشاق عماد الدين، أماكن الحسين وفيشاوي. أصب على كل اللي شاهدني، وأراكم في حلقة تانية، وإلى اللقاء. نشوفكم على خير إن شاء الله. وادي الشارع اهو، اخر سوق التوفيقية ده. بس الى اللقاء في حلقة تانية.